اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم مارو. احنا حرفيا زي ما انتم شايفين كده الساعة حوالي 10-11 بالليل. مفيش حد، حرفيا الكومباوند كله فاضي او الباركنج كله فاضي زي ما انتم شايفين حواليا. هنخش عربية نحكي شوية ازاي لقيت اول شغل وازاي اصلا تقدم على الشغل وبكام والفلوس وكل حاجة عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك لما تيجي امريكا. المهم متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتشترك في القناة، تعملي فولو على الانستجرام عشان معظم الحاجات اللي بنزلها بتبقى على الانستجرام. ويلا بينا نبدا الفيديو من غير كلام كتير. فاول حاجه اتكلم عنها احكي لكم اصلا ايه اللي حصل وازاي جبت الشغل والكلام ده كله بالترتيب. بص يا سيدي، انا اول ما جيت هنا تمام كانت في 3 بنزينات قدام بيتنا، حرفيا 3 بنزينات قدام بيتنا. ال3 بنزينات دول تمام انا رحت قدمت فيهم وقدمت في مطعم اللي جنبي بس ماشي. تقول لي ليه يا عمر؟ اقول لك انت اول ما تيجي امريكا مش معاك عربيه، ما بتعرفش مثلا انجلش قوي، مش عارف ايه فانت الحياه بتبقى صعبه بالنسبه لك، لسه بتعلمش انجلش لسه. فانت حاول تلاقي اي شغلانه بس تجيب منها ايه الايجار بتاعك، الاكل وشربك في الاول. دايما البدايات صعبه عادي. المهم قدمت في كل اللي حواليا عشان اعرف امشي. يعني انا قدمت على والله طلعت على اخر الشارع دوت وقعدت الف في الاماكن اللي جنبي. كل حاجه قدمت فيها ورق، قعدت اعمل ورق واملي بحيث ان انا الاقي حاجه جنبي اعرف امشي من غير عربيه، وكمان في نفس الوقت لو معايا عربيه ادفع بنزين لسه جايب، انت فاهم. المهم فساعتها رحت في بنزينه واحده هي اللي كلموني، الجاز ستيشنز اللي كلموني، وسبحان الله يعني احكي لكم قصه طويله عريضه عنها. المهم كلموني ورحت اشتغلت. كان ساعتها سعر الساعه $13، بس ده كان المينيمم ويج ساعتها. دلوقتي المينيمم ويج 16 $17 في كاليفورنيا، بس ساعتها في كاليفورنيا كان المينيمم ويج $13. المهم اشتغلت في الستور دوت. وكنت بس بطلب انا اوفر تايم اللي هو يعني يومين زياده ولا حاجه او ساعات زياده او كده. المهم فضلت اشتغل في البنزينه وبتاع، واتعلمت انجلش فيها زي ما حكيت الفيديو اللي فات ازاي اتعلمت انجلش، وحكيت لكم ان من ضمن الحاجات اللي اتعلمت منها انجلش هو الشغل. فانا الجاز ستيشن علمتني شغل كتير جدا. جو ساعه شويه فكنت هخش عربيه. المهم فالجاز ستيشن حرفيا علمتني انجلش كويس جدا. بتعامل مع كاستمر، بتتعامل مع ناس، بتشوف ناس كل يوم. ده بيسالك على كذا، ده بيسالك على كذا، وكل الكلام ده. المهم انا قعدت اعمل كده لمده مثلا اعتقد سنه. اشتغلت في الجاز ستيشن تمام. وهنا بقى الستيب اللي انا عايز اقول لك عليها ايه هي. حاول ساعتها تنقل لحاجه اعلى شويه، اللي هو ايه، الناس اللي هم بتوع السيلز، عربيات، لبس زي ميسيز، نورد ستورم، كل الحاجات دي. ليه يا عمر؟ اقول لك انا ليه. عشان الاماكن دي هتكسب منها حاجتين: فلوس عشان فيها معظم الحاجات فيها كوميشن، ده اللي هكلمك عليه دلوقتي، بس خلينا بس اعدي حته دلوقتي. تمام. تاني حاجه الانجليش في الاماكن دي هيبقى اكتر بكتير جدا، اما تتعلمه اكتر بكتير جدا يعني من الجاز ستيشنز والكلام ده. فانت اخدتها ستيب باي ستيب. فانت بتيجي على الاماكن ديت عشان ده اللي حصل معايا، اتعلمت انجلش جامد. ومعظم الديبارتمنتس كانت فيها كوميشن. يعني على سبيل المثال اشتغلت في اي حاجه من الديبارتمنت لايك جويلري، مجوهرات وساعات والكلام ده كله، والباجز والكلام ده كلها فيها كوميشن. تعمل ايه؟ انت مثلا بعت حاجات ب $1000 بتاخد 10%، بعت حالات ايا كان الحاجه اللي هتبيعها بتاخد عليها نسبه 10%، مثلا 8% او كده. فانت مثلا لو انت قبضك كنت بتعمل له 1200 ولا 1300، ممكن يجي لك $1000 مثلا في الشهر كمان عليهم. $1000 مثلا كوميشن. انت بتعمل 1200 في او $1300 في الاسبوعين، يعني انت بتعمل حوالي 2600 $2700 في الشهر. يعني لو زودت عليهم $1000 كوميشن يعني بتعمل لك $3700. ده لو انت شغال كوميشن. لو شغال عادي تعمل لك 2000 وشويه. تمام. ده كان في ميسيز حتى الان لسه بيدفع سعر الساعه $17 في الساعه. تمام. بس مشكله ميسيز والحاجات دي كلها ان هم جدولهم مش ثابت، فانت لازم تدورك على شغلانه يكون جدولها ثابت. تمام. فانا عشان كده ساعتها اضطريت اسيب ميسيز واشتغلت شغلانه بشتغل دلوقتي اللي انا هتكلم عليها في اخر الفيديو دلوقتي وكده. تمام. فاضطريت اسيب ميسيز. بس بين ميسيز والشغلانه اللي انا اقول لكم عليها دي اشتغلت اوبر. ده لو جاي اتكلم عليه برضو من ضمن حاجات الشغل. اوبر تمام تقدر تعمل فيه فلوس، تقدر تعمل فيه فلوس، ولكن لازم يكون معاك عربيه. تاني لازم يكون معاك عربيه بتعمل بنزين اقل او بتسيف بنزين. لو عرفت تجيب عربية هايبريد اللي هي كهرباء وجاز أو بنزين يعني، هيبقى أوفر لك بكتير جدا.
فانت لو جبت عربيه تويوتا كرولا مثلا، الحاجات دي الهايبريد، تمام، واشتغلت عليها اوبر فول تايم، حتى فول تايم، تمام، ومن غير ما تعمل مشاكل، هتطلع لك 7000 8000، ممكن توصل لك 10000 لو انت شغال كل يوم 12 ساعه. تاني، لو اشتغلت كل يوم 12 ساعه تقدر تطلع 7000 8000 دولار اوبر، سهله جدا، تمام. بس لو انت عندك طولة بال سواقه وتركز في الطريق، عشان المخالفات هنا مخالفات. حاجه تانية، عندك طولة بال مع الناس، اوعى تفتكر ان الشغلانه سهله. مش بقول لك كده بس بصعبها عليك، لا، انا عايزك بس تحط في دماغك عشان مفيش حاجه سهله، فانت تتعب عليها، ودي مش حاجه صعبه ان انت تتعب على الحاجات دي. انا اشتغلت الشغلانات دي، تمام. المهم، مش عايز اقول لك اني كان بتركب معايا ناس ما يعلم بيها الا ربنا. انا كنت ساعات ببقى خلاص مش قادر يعني. ناس مثلا ريحتهم مش نظيفه، ناس كانوا فيها هوملس بيركبوا ساعات معاك، ناس شاربين، خناقات، يقول لك لا انا لوكيشن كذا لوكيشن كذا، حوارات يعني. فاوبر مش سهله. دايما بتنفع الناس الكبار، لو خدت بالك الناس الكبار اللي هو مثلا بابايا وباباك والناس دول اللي بيجوا هنا امريكا بيشتغلوا اوبر عادي. ليه؟ عشان هم ناس كبار وعندهم طول البال، مش زينا احنا شباب اللي هو انت عايز اي حاجه دمك حامي، عايز تتخانق عربيتك بقى وحاسس ان دي عربيتك وتتكلم معايا كده ليه وتتخانق مع الناس وكده. فانا الصراحه اشتغلتها حوالي 3 4 شهور وما قدرتش. تاني حاجه، انا معايا مرسيدس زي ما انتم شايفين، فالصراحه ما قدرتش ان انا احط عليها مايلج اللي هي الكيلومترات اللي على العربيه، قلت حرام. وبعدين كانت تالت سبب، كانت بتسحب مني بنزين كتير جدا جدا جدا، والناس كمان ما بتقدرش يعني. انا ما اقصدش حاجه، انا مش تكبر ولا حاجه، بس انا اسف يعني. انت راكب مرسيدس، ما تجيش تقعد تتكلم معايا وتقول لي اعمل لي كذا نزل لي كذا من الاخر يعني، من الاخر احنا انت شباب زي بعضينا هتفهمني. كنت اقول لك انت لا تركب اصلا، انت معكش عربيه تيجي تتخانق معايا وانا راكب عربيه مرسيدس، من الاخر قلت لك الصراحه يعني. فده كان الموضوع كان بيضايقني جامد. المهم، سبت الشغلانه دي وبرده اشتغلت في الامن، ودي كانت مش عايز اقول لفظ وحش بس اوحش شغلانه اشتغلتها في حياتي. شغلانه الامن ديت بتت... فلوسها كانت كويسه، كانت ساعتها 18 دولار، تمام. بس ال 18 دولار دول كانوا بيجوا بتعب. تعب يعني ايه؟ خناقات مع الهوملس، تقف تلف في اماكن، الجو ساقع ساعات مش قادر، لازم تلف، لازم بتاخد بصمات في اماكن معينه، تقعد تمشي هوملس، واحد دخل سرق مش عارف ايه، هوملس جاي يتخانق الناس انت مش متخيل الحاجات دي. بس انت تخيل تبقى واقف في مكان بتامنه وتلاقي واحد جاي يتخانق معاك ويشتمك. هم الهوملس كده بيشوفوك لابس اللبس بتاع الامن، عشان لبس الامن عامل زي الشرطه شويه، يتخانق يشتمك مش عارف ايه الله من غير اي سبب، ممكن كده يعني، بتتعرض لحاجات كتيره جدا. فانا دي ما كملتش فيها شهرين حرفيا، انا شهرين وشويه قلت السلام عليكم وسبت الشغلانه دي. فدول الشغلانات اللي انا اشتغلتها، تمام، في امريكا وكده. هتقولي دورت عليهم ازاي؟ بص، في كذا طريقه. في اونلاين ابلكيشن اسمه انديد كنت بقدم عليه، تمام. في المعارف اللي حواليا. وتالت حاجه جروبات العرب، كنت ممكن تكتب على جروبات العرب وتلاقي شغل. تالت حاجه المعارف اللي في الشغل، وركز على الكلمه دي كويس. لما بتشتغل في اي مكان، جاز ستيشن او ميسيز او اي محلات او مولات او ايا كده، اتعرف على الناس وخد ارقامهم واعمل معاهم ريليشن شيب او فريندشيب او ايا كان يعني. انت مصاحب مين دلوقتي؟ تمام، اتعلق يعني، اعمل معاهم علاقه كصحاب يعني، كشله، تمام. ليه؟ عشان الناس دي مش هيعمروا في الشغلانه اللي انت شغالها او انت شغال معاهم فيها يعني، مش هيعمروا، مش هيقعدوا فيها طول حياتهم، صح؟ هتلاقيهم راحوا شغلانات تانية. فانت يو نيفر نو، انت ما تعرفش اللي هيحصل. ممكن تبعت له رساله تقول له والله انا شغل، بقول لك ايه يا فلان، انا سبت الشغل بدور على شغل، انا ده اللي حصل معايا، كنت ده فلان ده اللي قدم معايا كذا، مش عارف ايه، كذا 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 كذا. فانا من البنزينه الميسيز، انا اللي جاب لي الشغل حد اعرفه شغال معايا. فهنا الموضوع مشيت بالطريقه دي، ان هم صحاب، فاهمني؟ جبت لي شغل، طب تعمل لي كذا، تسوي لي كذا، مش عارف ايه والكلام ده. فدي من الاخر المفتاح. ده المفتاح، مفتاح المعارف في امريكا تخليك تجيب شغل في اي مكان انت عايزه، عشان كلنا نقعد نتنقل من شغل لشغل لشغل. وده ياخدنا للنقطه اللي جاي لك عليها. انا دلوقتي، عشان انا مش حابب ادخل شغلي اللي شغاله، بس انا دلوقتي مدير في ستور يعني، تمام. المهم المكان ده دلوقتي، تمام، انا جبته عن طريق حد، تمام، والحد ده هو اللي جابني وهو اللي علمني وانا خلاني مدير ولا بلا 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 بلا. دلوقتي انا دلوقتي بشغل الناس، تمام. فانت بما ان انا بقيت بشغل الناس، فانا جاي اقول لك ان انت لما بتيجي تقدم على الشغل، خليك محترم وشكلك لابس مهذب ومش عارف ايه والكلام ده كله، عشان الشركه اللي انا شغال فيها زي باقي الشركات بياخدوا اول حاجه بالانطباع الشكل، عشان انت ما بتخش على حد بالشكل، تمام. ده اخدني ورا لما جيت افتكرت، لما جيت اقدم على معظم الشغلانات كنت بقدم ايه، هما جنب بيتي، كنت اروح بالشبشب، اروح فاهمني، ما كنتش ببقى لابس كويس او بتكلم، فاهمني. فقلت يمكن الناس دي رفضتني عشان كده، تمام.
فالمهم انا جاي اقول لك ان انت لو انت بتدور على شغل في امريكا، انزل اشتغل في الشغلانات اللي لو انت لسه جاي جديد، سموك شوب بقى، وول مارت، الكلام ده اللي حوالين بيتك. تمام. حوش فلوس كويسه، حاول تجيب عربيه، اشتغل اوبر از سكند جوب، شغلانه تانية. اوبر في الشغلانه التانية لو انت بتعمل لك 3 4000 دولار في اوبر في الشهر، تمام، مع الشغلانه الثابته بتاعتك بتعمل لها 2000 وشويه، هتعمل لك حوالي 8 9000 دولار، هتعيش كويس. بس انا في فيديوهاتي ما بنصحش في كده. انا بقول لك على فكره طلع منها فلوس او كشغل طلع منه فلوس، بس انا بنصح دايما بالشهاده، ان انت تتخرج بشهادتك، عشان انت هتعمل اضعاف، يعني ممكن تعمل لك 20000 دولار في الشهر حرفيا. تمام. وانت ما بتشتغلش كميه الساعات دي، انت ممكن تشتغل لك 5 6 7 ساعات وتعمل لك المبلغ ده. لكن في حين انت بتشتغل شغلانتين، عندك 8 ساعات مثلا، بتشتغل من 8 الصبح ل 4 العصر، دي شغلانه، والتاني من 4 العصر ل 12 بالليل الشغلانه التانيه، ما عندكش وقت اصلا تعمل اي حاجه تانيه. حرفيا انت حرفيا عبد للشغل بس. تمام. في ناس تقول لك إيه يعني، ما انا عايز احوش فلوس، خلاص انت براحتك، انا مش جاي اقول لك اعمل ايه. انا على القناه عندي بقول لك ايه النصايح. وشاب في العشرينات زيك، جيت هنا اشتغلت كل حاجه، وعافرت هنا ودورت هنا واشتغلت زي ما قلت لك، والله العظيم اشتغلت كذا نوع جاي ستيشن، واشتغلت شغلانتين امن، واشتغلت اوبر ايت اللي هو بتاع توصيل الطلبات بالاكل، واشتغلت اوبر عادي للركاب، واشتغلت في ميسيز محل لبس، واشتغلت ميسيز جويلري. لفيت، فاهمني، كشاب عادي لفيت. فانا جاي اقول لك ايه ملخص ال5 سنين عشتهم دول، والشغلات اللي اشتغلتها، وايه الحلو وايه الوحش ومش عارف ايه، زي ما قلت لك. تمام. فلفيت. فانا جاي اقول لك ان دي الطريقه الصح، ان انت تشتغل. مثلا لو انت جاي تدرس او هدفك ان انت تدرس، انت اشتغل اوبر مع دراستك، عشان دي اوبر الوحيده اللي انت هتخليك عندك وقت تدرس. انت عندك محاضرات الصبح، اشتغل اوبر بالليل، عندك محاضرات بالليل، اشتغل اوبر الصبح، تعمل فلوسك وخلاص. لكن لو انت بين الناس اللي مش فارق معاك شهاده، او انت خلاص اوريدي درست في بلدك، او انت مش فارق معاك الشهاده، خلاص اشتغل اوبر واديها فلوس. بس ما تعتمدش على اوبر برضو، عشان اوبر ممكن يقفلوه لك، ممكن تتخانق مع كاستمر، ممكن حد يشتكي عليك، ممكن. الحاجات الاخيره اللي هنصح بيها قبل ما الفيديو ما يخلص، هو ان انت تحاول تلاقي شغلانه تترقى فيها زي ما انا عملت، عشان اريح دماغي، اللي هو تترقى بقى، تبقى مساعد مدير، بقيت مدير، بقيت كذا بقيت كذا بقيت كذا. يعني الشغلانات دي هتديك 5000 6000 7000 8000 وانت طالع بقى. تمام. طول ما انت بتعلى، لو انت بقى ايا كان بقى جاز ستيشن، ما اعرفش ايه، بلا 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 بلا، ايا كان نوع الشغلانه، فانت حاول تترقى في الشغلانات عشان تعرف تعمل فلوس. دي الشغلات اللي انا اشتغلتها في امريكا، وزي ما قلت لك دي الطريقه اللي انا حاولت اقدم فيها على شغل، وادور فيها على شغل، وازاي اجيب شغل والكلام ده كله. تمام. زي ما قلت لك اهتم بالدراسه بتاعتك، وحاول تتعلم انجلش لما تيجي، وانا شرحت ازاي تتعلم انجلش في الفيديو اللي فات. تمام. وشرحت الدراسه برده الفيديو اللي قبليه، فخش اتفرج عليه عشان تعرف انا بنصح بايه. المهم ده كان الفيديو، متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، وتكتب تحت في الكومنت عايز الفيديو عن ايه. انا حرفيا الفيديو ده صورته عشان انتوا عايزينه. وبقى تبعت لي على الانستجرام تعمل فولو، عشان الانستجرام بنزل عليه كل الفيديوز بتاعتي. See you guys next video. سلام.